تعد زكاة عيد الفطر من الشرائع الإسلامية التي يحرص المسلمون في المغرب كما في سائر بقاع العالم الإسلامي على أدائها في نهاية شهر رمضان المبارك، فهي فرض واجب على كل مسلم قادر تخرج قبل صلاة العيد لتكون طهرة للصائم ومساهمة في إسعاد الفقراء والمحتاجين. في هذا السياق قام فريق عمل جريدة الحدث بريس الإلكترونية بزيارة لسوق بيع الحبوب في مراكش لرصد أسعار المواد الغذائية المتوفرة، خاصة مع تأثير الجفاف الذي تعاني منه المملكة. كما استفسر الفريق عن مدى تأثر الأسعار مقارنة بالعام الماضي وأنواع الحبوب المتاحة لإخراج زكاة الفطر. وقد أجاب أحد الباعة في السوق عن هذه التساؤلات موضحا واقع الأسعار وأفضل توقيت لإخراج الزكاة وفقا لما جرت عليه العادة في المغرب. يبداو كيتغداو، كاين اللي كيتغداو كاين اللي مازالوا. وما قبل من العيد على حساب الوجه. القمح اللي هو ديالو طايح ب شي 250 ريال هي الفطره. كلشي حاجه كتخرج منها شويه، ما كاينش داك الرفض داك اللي اقبال بزاف، على حسب الفطرات اللي عند بنادم كل واش وتعيش بها الا كان ما كايناش منافسه، ولا كانت هذاك شي بركه وقليله وصافي. موجود ديال البلاد بوحدو وديال برا موجود، كلشي موجود، لا هذاك ولا هذاك، على حسب الجوده. 5 دراهم كاين 4 دراهم، اش اللي كاين؟ شرا 110 درهم، 5 دراهم هي كيخرج القمح. انه ما غاديش الا ما كانش القمح غادي يخرجها فلوس، ثمنها فلوس. ولكن الا كان القمح لا، الشعير على حسب الجوده كاين من 80 ريال حتى 100 ريال القمح بحال راه البلدي كاين 180 ريال البلدي البلاد، والاخر كاين ب 4 دراهم. السوق على حسب المشرى. انه دابا ديال البلاد قليل، ما كاينش، قليل عند دابا قليل في الانتاج. الجفاف اللي كان الجفاف وصل واش كان ما كيفوت 50 ريال 40 ريال، دابا طلع انه قليل وكيتغداو اللي ما تخل شي حاجه نبدا منها. زكاة عيد الفطر في المغرب جزء أصيل من العادات الدينية والاجتماعية التي تعكس قيم التكافل والتراحم، وأداؤها بالشكل الصحيح يعزز وحدة المجتمع ويحقق مقاصدها النبيلة التي شرعها الإسلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الحدث بريس، الجرأة والمصداقية قبل الخبر.